السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين جميعا. احنا خلاص العيد خلص والاجازات خلصت ورمضان خلص. ربنا يعيد علينا الايام دي بالخير وبالبركة ان شاء الله. النهاردة هقدم لك شوية افكار حلوة ان شاء الله هتفيدك. طبعا طالعين من رمضان نفسنا ناكل اكل حرش بقى. رز صيادية كده مع شوية سمك مقلي حلوين احنا اللي عاملينهم في البيت. عايزين ناكل كشري مصري، رنجة وفسيخ، جبنة قديمة. كلنا طالعين من رمضان حرفيا عايزين ناكل الاكل ده. حبيت اقول لكم ان انا النهارده عملت السمك ده. طبعا مش كل الافراد عندنا بياكلوا سمك يعني. عملت السمك ده مع رز صيادية. وهقول لك على فكرة حلوة جدا. كان ابني الصغير طالب مني كشري مصري من ساعة لما رمضان خلص وبيقول لي اعملي لي كشري مصري يا ماما. فعملت ايه بقى؟ في اليوم ده كنت فاضية شوية، ما عنديش يعني شغل كتير. قعدت عملت شوية بصل كده حلوين للكشري مقرمش. خرطته كده جوليان وحمرته في زيت سخن وغزير بشوية ملح صغيرين. عملت بصوا لون البصل عامل ازاي. جهزته بقى للكشري. ان شاء الله هوريكم الكشري. انا بعمل كشري تحفة تحفة يا جماعة الحمد لله، ونزلت لكم طريقته عندي على القناة. فكرة حلوة برضو هتنفعك هنا. كنت انا في اليوم ده ما عنديش بصل متفرز ولا عندي توم. انا دايما بفرز البصل في الفريزر. وبينفعني بقى بينجز معايا. يعني مثلا يوم فاضية ما عنديش فيه شغل كتير، بقعد كده على الترابيزة في المطبخ واقعد على الكرسي والترابيزة قدامي. اقشر قيمة 2 3 كيلو بصل وافرمهم في الكبة واشيلهم في الفريزر. كل كيس على قد الطبخة. اطلعه قبل ما اطبخ بربع ساعة بيكون فك وبستخدمه فبينجز معايا. وبعمل كده مع التوم برضو. باجي جبت بقى كنت جايبة توم ابيض كده للفرم جديد طبعا بتاع السنة دي طبعا. ما عنديش الحمد لله توم قديم. فقعدت كده قشرته وغسلته ورحت جايه فرماه في الكبه بشويه ملح صغيرين. وبضيف برضو للبصل وانا بفرمه في الكبه شويه ملح صغيرين. بيحفظوا عشان لو التلاجة الفريزر طبعا فصل وكده ما يجرالوش حاجه ولا بيطلع ريحه ولا اي حاجه. بعبي في الكيس البصل على قد الاكله. التوم بقى بطلع منه. انا عاملاه بالشكل ده عشان يبقى سهل معي. اهم حاجه تحطي له شويه ملح وانت بتفرميه وتفضي الهواء من الكيس عشان ما تخليش فيه اي هواء نهائي. وبلم كل الاكياس دي كلها وبحطها في علبة محكمة الغلق في الفريزر. يا اما علبة مقفولة كويس واطلع منها على قد ما انا عايزة واشيله تاني. بالذات التوم ما تسيبهوش بره، يعني تطلعي تاخدي فصين تلاقي مثلا قطعة كده صغيرة قد فصين تلاتة عدل لاستخدامك وتشيليها تاني في ساعتها. ما تسيبهوش يفك ولا بيعمل ريحة ولا اي حاجة. في علبة مقفولة او في كيس كبير تحطي الاكياس دي كلها. لو العلبة هتاخد مكان تحطي الاكياس دي كلها في كيس كبير وتقفليه كويس ولا بيعمل ريحة وبينجز معايا في الوقت. ودي فكرة حبيت اقدمها لك. طبعا اخر العنقود كان طالب مني كشري. عندي مدمن كشري. عملت له كشري مصري عشان طبعا ما كناش بنعمله في رمضان. بيبقى تقيل بقى دقة وصلصة وبصراحة ما عملناش في رمضان يعني. فعملته له. انا ما بقتش بسلق العدس، بعمل العدس مع الرز كده بالشعرية. على فكرة لما بعمل كشري ريحته بتقلب البيت كله. يعني لو حد من الولاد جاي من بره ولا زوجي جاي من بره يعرف من تحت ان انا اللي عاملة كشري. شايفة الرز مفلفل وجميل ازاي. عملته معاكم قبل كده على القناة كذا مرة وقلت لكم طريقتي. مفيش احلى من كشري البيت يا جماعة، انضف واحلى. وكفاية ان انتي بتاكلي ولادك حاجة مضمونة وما بياخدش وقت ولا حاجة. انا كنت مجهزة البصل من قبلها. شوفي البصل مقرمش ولونه تحفة ازاي. وانا حمرته في زيت غزير ويكون سخن جدا ومعاه شعرة ملح. وانزلي بقى بالدقة وبصلصة الشطة وحاجة كده تحفة.